السلام عليكم. عايزة أكلمكم النهاردة عن أمير شاهين. أمير ممثل مصري مواليد سنة 77، يعني عنده السنة دي 48 سنة. كبرت يا أمير بس لسه شباب برضه. يلا نصلي على النبي، وكل من ليه نبي نصلي عليه. نبدأ حكايتنا. أمير دخل التمثيل وهو عنده 5 سنين في مسرحيات المدرسة وكمان مسرحيات خاصة بالطفولة، ثم شارك في فيلم شيطان من عسل مع حسين فهمي ولبلبة. استمر أمير في التمثيل طوال فترة الطفولة، لكن أمير كان عنده حلم خاص وهو حلم الطيران، وده كان حلم شباب كتيرة قوي في السن ده. أمير قرر يحقق حلمه فسافر لأمريكا ودرس الطيران هناك لمدة 3 سنين، وفعلا اشتغل بالطيران لمدة سنة، لكنه فجأة رجع مصر وقال أنا هقرر مسيرة التمثيل. دي كانت حاجة غريبة فعلا جدا. أمير له أعمال كتير، لكنه للأسف محصور دايما في أدوار مساعدة وأبدا ما خدش دور بطولة لغاية دلوقتي. من ضمن العقبات اللي كانت في طريق أمير إنه دايما كان بيتقال إنه أخو إلهام شاهين، إلهام شاهين البطلة بتاعتنا، وده الحقيقة ما ساعدوش أبدا، برغم إن أولاد الفنانين كلهم بيشتغلوا على حس والدهم إلا هو. هي الحياة كده يا أمير أرزاق، وإنت رزقك كان دايما في عدم اقتران اسمك لإلهام بالأسف. أمير ارتبط بقصة حب كبيرة قوي مع الراحلة ميرنا المهندس، لكنها توفت، وقرر بعدها عدم الزواج أو الارتباط خالص، وكان محافظ على العهد لغاية ما وصل للأربعينات، وبضغط من الأسرة ومن كل اللي حواليه وإن العمر بدأ يجري. لما قابل شريكة حياته منة جاب الله قرر يتجوزها، وهي بنت بتتمتع بالجمال والأخلاق. بعد الجواز أنجب أمير ولد وبنت، وأخيرا أصبح عنده أسرة وأولاد، وبيقول أمير إن حياته اتغيرت تماما مع وجود الأولاد، وإنه شعر إن حياته ليها قيمة ومعنى، وإنه عايش عشان حد. أمير كمان بيعتبر إن إلهام مش أخته، لا بيعتبرها أمه التانية، لأن هو اتولد وهي عندها 18 سنة، فهي اللي اتولد تربيته تحملت تكاليف دراسته. ودايما كان بيقول، أو هي كانت بتقول، إن هو ابني البكري، وحتى هو شبهها بطريقة إن لو جابت ولد ما كانش هيبقى بالشبه ده. أمير محبوب جدا من أصحابه وأصدقائه لأنه هو على خلق ومهذب وطيب وسيرته طيبة، وكمان هو شخص عقلاني جدا ومحب للآخرين. أمير دايما بيقول الحمد لله على كل شيء، وده رزقي وأنا راضي بيه. الحمد لله يا أمير على كل شيء، والحياة أرزاق فعلا، ولعل رزقك في حاجات أخرى، وربنا يصلح حالك. وما تنسوش يا أصدقائي تدعموا أختكم باللايك والسبسكرايب عشان القناة تكبر. شكرا ليكم، وأشوفكم في فيديو آخر. سلام عليكم.